وإذا قوي إقبال العبد على الله سبحانه وتعالى واللياذ به، وهبه الله عز وجل من القوى والقدر ما لا يكون لغيره. فإن القوى والقدر التي تحف بأحدنا لا يستمطرها بجلالة نسبه ولا فصاحة لسانه ولا كثرة ماله ولا منصب آبائه وأجداده، بل هي المواهب الربانية والعطايا الرحمانية. فمن أقبل على ربه سبحانه وتعالى مستمدا منه العون أمده الله عز وجل بتلك القوى. وفي أخبار إبراهيم بن عبد الواحد أخي عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام أنه قال للضياء المقدسي صاحب المختارة لما خرج في طلب الحديث: أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه، أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. قال الضياء المقدسي: فكنت إذا قرأت كثيرا سمعت من الحديث على الشيوخ كثيرا، وإذا لم أقرأ كثيرا لم يتيسر لي ما أطلب. ذكره أبو الفرج ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة. ومنزع هذه الوصية هو ما تقدم من ذكر جلالة الإقبال على الله عز وجل، وأنه يحدث للعبد به من القوى والقدر والمواهب ما لا يكون مفروحا به بمجرد القوة المادية التي يبذلها الإنسان. فمن رغب في محاذاة السلف فليرعى هذه الأحوال.